ويسعدنا أن يكون ضيفا معنا في فقرتنا الأسبوعية بنحكي تاريخنا الباحث الأثري دكتور إسلام زغلول. دكتور إسلام، أهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد وبكل الساده المستمعين الكرام. طبعا ما ينفعش يعدي علينا شهر فبراير إلا وإننا نكون بالفعل مشاركين في حدث مهم جدا العالم كله بيتكلم عنه، والمصريين على وجه الخصوص كمان بيتكلموا عنه، وهو يوم الحب أو عيد الحب. طبعا الحب كقيمة إنسانية هي حاجة رائعة وجميلة، وقصص الحب التي تحمل هذه القيمة كان لها باع طويل وكان لها تواجد شديد جدا في مصر القديمة. ماذا عن قصص الحب الجميلة التي نشأت وبدأت واستمرت وما زالت باقية حتى اليوم نرويها لأبنائنا وأحفادنا، وهي بالفعل قصص حب إنسانية عاشها المصري القديم. يعني يمكن من نعمة ربنا على البشرية أجمع إن هو وضع يعني نعمة الحب وقيمة الحب ما بيننا علشان تكون رحمة ما بيننا، الإنسانية ما بين الإنسانية كلها. لذلك بنقول إن دايما مفيش حضارة تتقدم من غير الحب. الحب أساس النجاح، والحب أساس التقدم والتعاون وازدهار الحضارات والبلدان. لذلك احنا أول شعوب الدنيا كلها بنعرف قيمة الحب، بنعرف شعار الحب، وإزاي كمان ابتكرنا قصص حب في مصر القديمة. والمصر القديم إزاي قدس الحب نفسه وجعل له الشعار المعتاد له، وهو المحراث، محراث الأرض، المحرات بتاع الأرض الزراعية، وهو الراجل بيحرث بيطلع الخير من الأرض. فقال لك ده إن وجد الخير وجد الحب، فكان المحرات رمز للحب في مصر القديمة، وأيضا من رمزيات الحب وأساسيات وإلهات إلهة الحب أو رمز الحب في مصر القديمة وهي البقرة. لماذا؟ بعض الناس تقول لي بقرة رمز حب. قلت أيوة، لأن البقرة لو تشوف كل منتجاتها من جلود، من لحوم، من ألبان وجبن، وحتى عظامها والعاج بيكتبوا عليه، وحتى فضلاتها بيستخدموها كسمات طبيعي للأراضي الزراعية وإشعال النيران. كل ما يأتي من البقرة يستخدم في الخير وهو خير، فإن وجد الخير وجد الحب. فكانت الإلهة حتحور إلهة البقرة المتشبهة بالبقرة إلهة الحب والجمال عبر العصور. اليونانيين اقتبسوها مننا بالضبط وعملوها عندهم أفروديت إلهة الحب والجمال، بينما أيضا الرومان اقتبسوها مننا أيضا، فكانت فينوس الرومانية إلهة الحب والجمال. أيضا الإلهة عشتار إلهة الحب والجمال عند العراقيين القدامى اقتبسوها من الحضارة المصرية القديمة، وكان طبعا على نهج الحضارة أو في ناظرها كانت الإلهة الحب والجمال عند العراقيين والرومانيين واليونانيين وطبعا المصريين. لذلك احنا بنقول عندنا أكثر من قصة فعجالة بنقدر نستعرض الكثير منهم، وكمان هنشوف ايه هي الملوك اللي أثرت، وايه هي كمان عامة الشعب اللي أصبحوا في قصص الحب التاريخية عبر العصور. يمكن أسطورة أوزوريس وإيزيس من أهم شعارات الحب عندنا في مصر القديمة وفي مصر تاريخ مصر كلها. إزاي إيزيس أحبت أوزوريس زوجها المقتول حتى بعد وفاته، بعد ما ست أخوه، الراجل اللي اسمه ست أخوه إله الشر. أشهر قصص الحب طبعا. لكن اسمح لي ان دايما طبعا انا عودت حضراتكم على انا امشي بالتسلسل، همشي صحيح بالتسلسل، لكن في الاسرة 20 هأجل قصة تبقى مفاجأة وتبقى يعني زي ما بيقولوا حاجة جديدة، حاجة مكتشفة جديدة، وبنشوف بقى يعني قيمة إنسانية وحب. ليه نأجلها لآخر الحلقة ونشوف ايه هي القيمة الجمالية اللي ظهرت لنا دي، وايه هي الاشعار الجميلة. نشوف اوزوريس وايزيس كانت طبعا من اشهر القصص، وازاي ايزيس بكت على جوزها المقتول اوزوريس لما اخوه قتله، اخوه ست اله الشر. ولما بكت جه فيضان النيل، فبكت في شهر 7 و8
فده كانت بمثابة خير لأرض مصر، وده كانت بمثابة الفيضان، ووجد الخير في مصر. واحنا عارفين كلنا ان ايزيس جمعت اشلاء زوجها الاربعة 42 جزء، لما اخوه قطعوا 42 جزء علشان يرمي في كل محافظة جزء علشان يصعب على الروح تجمعها، فقدرت بحيلتها السحرية، واحنا هي كانت إلهة السحر أيضا والأمومة، وجمعتها. ده دلالة على أول قصة حب تنشأ. احنا بنتكلم في أوزوريس وإيزيس، أول ناس على الأرض حسب عقيدة المصري القديم. حسب عقيدة المصري القديم، بعد ما السماء والأرض خلفوا أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس، رجلين وزوجين، أشبه يعني قصة قابيل وهابيل. لكن دي تعتبر الحقيقة من أشهر وأقدم قصص الحب في مصر القديمة. لكن خلينا نمشي بالترتيب دكتور محمد، ونشوف ملك طيب القلب اسمه منكورع، وزوجته اسمها خاع مرر نبتي الثانية. الراجل ده راجل رومانتك طيب القلب، عادة بيتصور جنب زوجته بكل تواضع، وهي في تمثالها في حاجة اسمها سواليس منكورع، يعني الملك منكورع واقف في النص، وعلى أحد جانبيه زوجته، وعلى أحد جانبيه الناحية التانية شوف مين بقى الإلهة حتحور. يعني حب ورومانسية، وزوجته بقى من ورا ظهره كده لف دراعه حول ظهره علشان دلالة بقى على الرضا. وكمان يعني بدأت تمسك ايده في التمثال التاني، ثم بعد ذلك يعني بيتقدم شوية شعر الحب، يديها صلاحيات أكتر فأكتر فأكتر. يعني بعض المؤرخين والناس تقول إن هو يعني كان بيحبها شوية، لدرجة إن هو كانت طبعا يعني في ايديها بعض مقاليد الأمور، لكن كان منكورع بيقدرها بيحبها جدا، لدرجة إن هو تصور جنبها في الحجم الطبيعي. وده ايضا هنشوفه في الاسره ال 18 مع ملك ايضا رومانتك اسمه منحتب الثالث. لكن عايزين ناخد راجل بسيط جدا من عامه الشعب، مش ملوك فقط، قزم سنب من الاسره الخامسه، راجل شورتمان قزم تزوج اميره من اميرات القصر. الفنان المصري القديم صوره ببساطه شديده جدا وهو جالس على الكرسي مربع رجليه علشان ما يبينش عيوبه الخلقيه ان هو قصير، وزوجته سويه يعني زينا بالظبط، طويلة من أميرات القصر كما قال يعني البعض، ورجلها ممتدة للأرض. لكن الفنان المصري القديم في بلاغة فنية تامة وضع ولادهم الاثنين، الولد والبنت، تحت رجل أبوهم بمثابة كل ولد برجل، علشان يعوض السيمترية اللي بينه وما بين أمه، علشان تنشأ علاقة الحب ما بين الأسرة كلها. يقولوا أنت زيك زي أمنا. ودي من المناسبة الشهيرة اللي لسه كنت بتكلم عليه الأسبوع اللي فات في معرض القاهرة للكتاب، وبنشوف في بعض القنوات اللي احنا سجلنا فيها بنقول ان هذا التمثال تحديدا استخدم في التسعينات واوائل الالفينات في تحديد الاسره، لما كان بتكلم في برنامج اتنين كفايه، علشان بنقول لكل اسره مصريه اتنين كفايه جدك سنب، كانوا بيستخدموا طابع البريد ده في حمله تنظيم الاسره في اوائل الالفينات، علشان يقولوا بقى للناس يعني جدك سنب كان في الاسره الخامسه بيخلف ولدين اتنين. فيعني خلي انت عندك وخلي برضه تتبناها دلوقتي الجمعيات الأهلية تحت شعار اتنين كفاية. بالظبط، ده الحقيقة اللي احنا كنا بنسجل فيها في معرض الكتاب، وكان مثل حقيقي للحب فعلا قزم سنب وزوجته في الأسرة الخامسة. لكن ده لما يؤكد لنا نقطة مهمة جدا يا دكتور إسلام، إنه يعني هذه قيمة الحب ما كانتش قاصرة بس على الأثرياء أو الأغنياء أو الأمراء والملوك، لكن كمان كانت يعني قيمة منتشرة وبيستمتع بيها عامة الشعب. الحقل هتلاقيه هو يعني رقم واحد في الحب. ليه؟ لأن الحقل دي الزوجة إيدها والعرق اللي بيسيل من جبين زوجها بتنشفه له بمعنى الكلمة. يعني احنا عندنا في حاجة اسمها حقول الإيارو، الزوجة بتساعد زوجها. الحقول الإيارو دي بالمناسبة مصر بيتمنى ان الجنة في العالم الآخر، بيتمنى انها تكون زي مصر في العالم الآخر، فهو بيحرث المحرات في حقول الإيارو لما بيدخل الجنة، وزوجته برضه وراه بتحصد الشعير والغلال. وده من أهم سمات فعلا الترابط الأسري، لما الزوجة تروح البيت وتيجي وتحضر له الطعام يعني كان بجد يعني الحقل زي ما حضرتك يعني تفضلت وقلت من الحقل لقصر الحب، ليس قصر فقط على
الأثرياء ولا الملوك ولا الكهنة، بل قاصر على البسطاء. ده رقم واحد بينبع منه. واحنا بنشوف مثل حقيقي عندنا في الأسرة 18 يا استاذ محمد، امنحتب الثالث، واحنا اتكلمنا عليه كتير جدا الراجل الرومانسي ده، وشوفنا ازاي ملك وهو كان امير بيحب فتاة من عامات الشعب دي. لما الكهنة خيروه هل هتقعد على عرش مصر، لكن لازم تتزوج ملكية، ابوها ملك وامها ملك، لكن تسيب تي لابوها وامها مش ملكيين. فاختار طبعا تي، وفضل ان هو يبتعد عن العرش بمقابل ان هو يضحي بالعرش علشان حب عمره وحب قلبه اللي الملكة للفتاة تي اللي كانت من عامة الشعب لسه. لكن بحيلة اللي دايما الملوك بتتبعها عند أي مشكلة عايزين يجتازوها، وهي مشكلة الولادة الإلهية، دخل غرفته في معبد الأقصر. وطبعا الكهنة قالوا إن طبعا اجتمع والد منحتب الثالث مع أمه معاشرة الأزواج في صورة الإله أمون وفي صورة والده، فهو ابن الإله أمون فمن حقه يفعل أي شيء، وتزوجها وبقت تي من أعظم ملكات مصر، وأنجبت ملك آخر رومانسي اسمه أخناتون ونفرتيتي. ومن هنا بتبدأ بقى قصة تقدر تقول غيرة شوية ماشي، تقدر تقول قصة حب لا تنتهي ماشي فيه. واحنا بنشوف تل العمارنة، المدرسة الفنية والورشة الفنية، والنحات تحتمس اللي كان في ورشة تل العمارنة حاطط ايد اخناتون ببراعة تامة، مشبكها في صوابع نفرتيتي، وكأنهم يعني على الكورنيش النيل ماسكين ايدهم في ايد بعض، ومش يعني حاجة لوحة فنية، لكن هي مش ده منحوتة، حاجة في قمة الروعة. ده من الملوك النادرين اللي هم تصوروا مع الفاميلي او الاسرة. نشوف اخناتون في مشاهد عديدة جدا هو واسرته وبيقعد اولاده الصغيرين. ما فيش جديد في هذا الامر يا دكتور اسلام، ما عملناش جديد، يعني احنا بننفذ او بنقلد نفس اللي عملوه اجدادنا في مصر. الجينات ربما تكون الجينات فعلا يا استاذ محمد. وهنشوف كمان يعني بعض الاشعار اللي هتبهر حضرتك وتبهر المصريين لما بيسمعونا دلوقتي، وتبهر الدنيا كلها. مش ممكن يعني، قعدت انا حتى كمان ابحث في الجديد في الموضوع، مش ده بس، لقيت في حاجات جديرة بالذكر انها لازم تتقال فعلا. لكن كان اخناتون مشي على نهج ابوه فعلا الملك الرومانتيك. واحنا بنشوف ايضا كمان يعني الراجل ابوه منحتب الثالث ده ما كانش رومانسي في مصر بس، يعني تزوج يعني كثيرات من الاسيويات وانشأ المصاهرات النسائية والزيجات الاسيوية علشان ضمان ولاء هذه الدويلات يعني. لكن كانت تيب بتبصم على كل عقد زواج بيجوزها جوزها او الراجل ده دلالة يعني خلاص يعني الراجل مديها كل المفاتيح. اما عن اخناتون طبعا فقال طبعا اشعار في اسرته ونفرتيتي، لدرجة ان تي ام اخناتون اللي هي زوجة امنحتب الثالث بدأت يعني في نظري انا بدأت تغير شوية على ابنها من حبها لنفرتيتي، لدرجة ان كان في مناوشات خفيفة، لدرجة ان كان في تنافس عن الحكم في ظل غياب دور اخناتون السياسي والقيادي للبلاد لانشغاله بالثورات الدينية وتوحيد الآلهة. طيب عندنا ابنه اخناتون اللي هو حفيد امنحتب الثالث تابع للفاميلي برضه، توت عنخ امون وزوجته عنخ اسئن امون. بنشوف مشهد بليغ التعبير في كرسي العرش لتوت عنخ امون في ظهره، وعنخ اسئن امون بتاخد زهرية العطر الدهني وبتدلل كتف زوجها علشان تعطره، دلالة على التودد والحب في مصر القديمة. انا بسمي العيلة ديت يعني دايما بسميها يعني رومانتيك فاميلي، العيلة الرومانسية من اول الجد من حطب الثالث للابن اخناتون من حطب الرابع ثم توت عنخ امون. يعني كانت الحقيقة عائلة يعني لها مشاعر رومانسية بالغة. لكن عايزين نقول في الأسرة اللي 19 جالنا راجل عظيم حارب كتير جدا وكان مشهور بالصرامة والقوة اسمه رمسيس الثاني. لكن رغم كده عندكم في أسوان يا أستاذ محمد بنشوف معبد بليغ، معبد من أفضل معابد الدنيا كلها في العمارة، وهو معبد أبو سمبل. بينما في أبو سمبل الصغير، أبو سمبل الصغير بناه لزوجته نيفرتاري، وقال في حقها بيت شعر جميل جدا في حد قوله: يا من تشرق الشمس من أجلك، في يعني في صيغة
حب لزوجته نيفرتاري. وهنا يعني بعتقد ان هو لما وجد ان زوجته نيفرتاري، وهي نيفرتاري على فكرة يعني اجملهم حلاوتهم جمالات بالعصرية هنا، ده تفسير الاسم العامية يعني. بتاعتنا يعني. واحنا اعتقد من سنوات كنا بنسمي الاسامي ديت يعني. وهنا لما لقاها زعلانه انها بتفقد ابنائها كتير جدا، والاجنه يعني بتتخلص منهم بشكل لا ارادي، وما بيعيش لهاش كتير من الاولاد، فحب ان هو طبعا يسعد قلبها بهذا الابيات الشعر. وهنا الناس بتقول إن رمسيس الثاني أفضل من أتى بالشعر في مصر القديمة، من ذاك البيت أو من هذا البيت يا من تشرق الشمس من أجلك نيفرتاري. بيقول لها زوجته بيتغزل في جمالها، وبنى لها معبد أبو سمبل الصغير، وبنى لها المقبرة الجميلة نيفرتاري اللي يمكن الناس كلها بتكون يعني لما بتشوفها حتى في الصور في الانترنت الناس كلها يعني بتنبهر، فما بالك لما بتشوف الألوان باقية زي ما هي، بتشوف الرسومات، بتشوف كأنهم أحياء. لكن ما بين بعد الأسرة ال 19 في عهد رمسيس الثاني، هأجل الترتيب شوية وهمشي على غير النسق بتاعي، وهنشوف في آخر الحلقة مثل آخر يمكن نفس رمسيس الثاني ونيفرتاري. لكن خلينا ننتقل للأسرة 26 وبنشوف سندريلا في مصر القديمة. السندريلا دي أخدوها من الأسرة 26 ملك اسمه أمازيس أحمس الثاني. الملك ده كان عايز يعمل لنفسه دعاية سياسية يا أستاذ محمد، وأنشأ قصة إن هو بيدعم البسطاء والفقراء، وعمل حفلة كبيرة جدا، وبنت من عامة الشعب وهي اسمها رهودوبس. ورهودوبس دي كانت بنت بسيطة جدا، وزي ما يعني القصص الأوروبية بقى بتحكي بالظبط يعني إن طبعا كانت من أسرة فقيرة ويتيمة الأب والأم، وكانت بتشتغل عند ناس أثرياء، لكن الناس قالوا لها خليكي في البيت احنا هنحضر الحفلة، فهي حبت إنها تحضر الحفلة. ويعني راح نفس سيناريو قصة سندريلا يعني. ما هم واخدينها مننا بالظبط. كذلك البحار الغريق السندباد البحري واخدينها ايضا مننا في الاسره في الدوله الوسطى. لذلك احنا بنقول يعني ان الحضاره المصريه القديمه دايما بتصدر الفن، دايما بتصدر الرقي يعني الحضاره والتعامل الانساني لدى الشعوب الدنيا كلها، مش في شعوب بس يعني المنطقه في الشرق الاوسط. وبنشوف بقى ان الصقر او نسر كبير نزل جاب جزمة البنت او حذاء البنت وبيرميه قدام الملك، فالملك امر ان هو يبحث على من يستغيث بيه، فتزوج البنت، والقصة الشهيرة كلها اللي احنا عارفينها. لكن دي كان طبعا من الدعاية السياسية. الملك احمس بيقول انا راجل طيب، انا بدعم الفقراء، يعني ماشي ان كان ده يدل على شيء يدل ان هو حريص على فعل الخير منه. لكن ايضا عندنا يعني من خلاص بقى بنشوف في القرن الثاني قبل الميلاد إيزادورا الجميلة اول شهيدة حب وغرام في مصر القديمة، لما كانت من عائلة اغريقية. والست ديت عاشت في القرن الثاني قبل الميلاد، كان عندها 18 سنة، ومن أسرة إغريقية عاشت في مصر. أبوها كان حاكم إقليم المنيا، فالمنيا كان طبعا مشهورة جدا، وكان إقليم له باع كبير جدا حضاري. من هذا المنطلق هذه الفتاة إيزادورا 18 سنة أحبت ضابط بالجيش المصري القديم اسمه حابي. فطبعا على عكس غير العادة ما ينفعش ان بنت حاكم تتزوج اقل منها في نظر الاغريقيين، فابوها منعها مرة واثنين وثلاثة الى ان منعها اطلاقا وحبسها في القصر، ومنعت إيزادورا انها تشوفه تاني. لكن إيزادورا في يعني يأس تام، وقدرت انها توصل لحل انها طبعا لابد انها تفارق الحياة ادم ابوها هيمنعها من زواج حبيبها حابي. فقدرت بطريقة أو أخرى في خلسة من الحصر تتسلل من نافذة القصر وتخرج لحبيبها حابي عبر النيل. ركبت المركب وودعته وقالوا يعني أبيات الشعر والغرام وتمنوا، وهو وعدها أن بكرة يبقى أفضل بعد ما الدنيا تكون أفضل، وهي قالت له أيضا كمان غدا سوف ألقاك، يعني تقصد في العالم الآخر. وهي مروحة في عرض النهر ومراكبة المركب وودعها، حضنت النهر، رمت نفسها في النهر، غرقت إيزادورا. أبوها بكى شديد جدا عليها وبكاء شديد جدا، وبنى لها مقبرة جميلة
للغاية، ورقم تحمل رقم واحد حتى الآن في يعني قرية الشيخ عبادة حتى الآن في تونة الجبل، يعني مشهورة جدا مقبرة إيزادورا. بنى فيها مقبرة هائلة لبنته، وكتب على جدرانها سطور الترحم وسطور يعني تمني انها يعني بنته تغفر له وتسامحه، علشان يعني كان السبب في انهاء حياتها انه ما زوجهاش لحبيبها حابي، وبكى وحزن عليها حزن شديد. اما حبيبها حابي لما عرف ان حبيبته ماتت وانتحرت، فكل يوم وزعل، طبعا زعل شديد، كل يوم يمشي على رجليه اكثر من 10 كيلو متر صباحا ومساء عشان يوصل لها بالليل، علشان يولع لها المسرجة لمبة زيت علشان تونسها في قبرها، علشان يقول لها انا لسه بحبك وانا لسه فاكرك. يمكن ديت قصص مؤثرة جدا، اللي حتى من أصدقاء الغرب لما بتلوا عليهم القصة دي بالظبط، يعني بشوف الدموع في عينيهم وبشوف الحضارة وبيعيشوا في القصة. يمكن الأديب العالمي طه حسين عمل عليها يعني أفضل ما يكون يعني حكاء عنها. لكن عايز أرجع لحضرتك وبنختم بحاجة يعني مفاجأة. عندنا في الأسرة العشرين أيضا كاتب اسمه بوتح أمون. بوتح أمون لزوجته طاي. الراجل ده كان كاتب في دير المدينة. الراجل ده كان كاتب في دير المدينة بوتح، وأيضا بوتح أمون وزوجته اسمها طاي. دي كانت في الأسرة العشرين. كان الراجل ده بيعمل في دير المدينة تقريبا يعني 1186 إلى 1069 قبل الميلاد. كان في البر الغربي. لكن فجأة الراجل ده بقى أتعس إنسان في الدنيا لما زوجته ماتت، ويعني حزن عليها حزن شديد جدا. فالراجل خلاص عقله هيطير. كتب في يعني حقها استراقة كسر شقف حجر جيري، يعني لا يتخطى يعني كف الإيد، يمكن أبعاده يعني لا تتخطى 20.5 سنتي إلى 15 سنتي، وبسمك 2 سنتي. كتب فيه وهو قاعد كده أنا أعتقد، وفي وقت راحته كتب، مسك القلم والحبر الأحمر. خلي بالك الحبر الأحمر ما بيتكتبش بيه إلا العناوين المميزة، إلا أسامي الآلهة، إلا الفقرات الهامة جدا. الأسود ممكن يتكتب، الأحمر اللي هو الحركات يعني اللي مهمة جدا. لكن كتب في حقها بخط كبير، بالكتابة الهيراتيقية، بالخط الأحمر، بخط واضح جدا. وأنا أعتقد إن كانت دموعه بتسيل وهو بيكتب العبارة دي. بيقول إيه؟ بيخاطب كفن زوجته. الراجل بيخاطب كفن زوجته، بيقول له رسالة للكفن للحبر ده، وبيكتبه بالحبر الأحمر. بيقول لي للكفن إيه؟ أرسل هذه الرسالة إليها واخبرها واسألها كيف هي وماذا حدث لها. كل ده بيخاطب الكفن. لكن هنا بيقول اخبروها إننا سنلحق بها. مين اللي يخبروهم؟ ده هنا بدأ يكلم الناس هنا، وكأن يعني الكاتب عايز يقول لنا الراجل اللي خلاص عقله يعني يعني بدأ يقول للناس اخبروها اننا سنلحق بها. هو كان بيكلم الكفن الاول، لكن انا اعتقد ان هنا كان بيكلم عامة الناس اصدقائه الكاتب. اخبروها اننا سنلحق بها. اسألوها يعني على اعتبار يعني زي اغنية عبد الحليم قولوا له يعني قولوا يعني كده قولوا بالظبط. قولوا له. طيب اسألوها إن كان هناك من يسمعني حيث توجد هي. أحصدك أيها الكفن فأنت تحتويها بينما أنا لا أستطيع. اخبروها إنني لن أخدع قلبها في أي شيء قد قلت له. يعني الراجل ده في نظري أنا يمكن أقدم من يعني الحاجات الكبيرة اللي قدمها الفنان المصري القديم. أي قيمة هذه قيمة الحب التي جمعت بين قلبي هذا الرجل وهذه المتوفاة يعني. طبعا يعني يمكن كانوا بيعتقدوا ان رمسيس الثاني يا استاذ محمد هو يعني رقم واحد في ابيات الشعر لزوجته نفرتاري. لكن بوتح امون هنا الحقيقه ضرب مثل رائع جدا، وهو بيخاطب الكفن اللي بتاع زوجته. بيقول له بحسدك ان انت واخد جسد زوجتي ومعاك هي دلوقتي، لكن انا لا استطيع ذلك. لكن الحقيقه قصص الحب في مصر القديمه مليئه. لو تسمح لي بقى انا كمان في نص دقيقه اقول بيت شعر انا كمان. اشمعنى انا بقى؟ ما انا حافظ. اتفضل.
يعني دايما يعني بنقول في عبارة دايما وجدناها فين؟ هنشوف يعني جاري البحث، لكن بنقول هي الجميلة التي خلقت بعد القمر. يمكن بعض الناس بقى بتقول إن أبيات الشعر دايما في مصر قديمة كانت ماشية على القافية، وكانت ماشية دايما يعني على غير النهج، لكن ضربوا مثل فعلا ازاي المصري القديم بدأ يعرف الإنسانية بالحب، وبدأ يكون بارع في صناعة حضارته بالحب. وبدون الحب ليس أبدا كانت الحضارة المصرية القديمة تزدهر بهذا الجمال والحب. لذلك بنقول الحب هو يعني حق مشروع لكل إنسان في الدنيا. نعم، يا له من إحساس رائع وجميل أن يجمع بين قلوب الناس جميعا هذه القيمة، قيمة الحب والمحبة والتسامح والتعاون. إن وجد الحب وجد الأمل، إن وجد الحب وجدت الحياة. دكتور إسلام زغلول، الباحث الأثري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في فقرتنا الأسبوعية في نحكي تاريخنا. إلى لقاء جديد بإذن الله. شكرا جزيلا.